كلمتين على المشي، والنهارده كلمتين على المشي عن تربية ولادنا. الكوت اللي قريته وانبهرت بيه الحقيقة لأنه حقيقي جدا، بيقول إنه أكتر أطفال محتاجين الحب هيطلبوه بأكتر طرق ما فيهاش حب. The children who need the most love are those who ask for it in the most unloving ways. يعني إيه؟ يعني الطفل اللي محتاج حب جدا 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 غالبا مش هيعرف يعبر انه محتاج حب، بس محتاجه فبيعبر عنه مثلا بانه عايز دايما انتباه، عايز بيزن كتير، دايما ماشي ورا مامته وعايز الاتنشن بتاعها، انتباهها. هتلاقيه مثلا بيعمل مشاكل في المدرسه، بيضرب اصحابه، بيعمل مشاكل مع اصحابه، ملوش صحاب قوي، دايما زنان، دايما مشاكله كتير. هو ما هو اللي بيعمله ده الا وسيله لجذب الانتباه وبالتالي جذب الحب. هو نفسه يتحب، فمن كتر ما هو نفسه يتحب مش عارف يقول، فبيعملوا بحاجات تانية علشان تلفت النظر. فعشان كده لما أولادنا نلاقي تصرفاتهم غريبة وإن هم مش بيعملوا الحاجة الصح، بيعملوا حاجات غريبة شوية ومختلفة والناس بتيجي تشتكي منهم، لازم ندور هو بيعمل كده ليه. غالبا هو بيعمل كده لأنه عايز يلفت انتباه يا أمه يا أبويا الاتنين، إنه أنا موجود، حسوا بيا، حبوني. بس عمره ما هيقولها، ولا عمره هيقولها بطريقة لطيفة، لا، غالبا بيقولوا بطريقة اجريسيف، فيها عنف، فيها زعيق، فيها عصبية، لأنه هي دي الطريقة اللي يعرفها، مش قادر يعملها بطريقة تانية.